موهوب بوك على راديو حور الدنيا مع نفين كمال. بكتب كلام يطلع رصاص وبارود، بيقول عدالة وعيش وحرية، وما دمت عايش والألم موجود عمري ما هقبل في الوطن دي أي كلام. أحمد فرج، طبعا ده مش أي كلام. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. منور موهوب بوك. ربنا يخليكي. النهارده هنتعرف على موهبة جديدة. هو مميز قوي، وحتى صفحته اسمها هو مميز وبسيط في نفس الوقت. ليه أي كلام؟ مش عارف، يعني انا اخترت الاسم كده عشوائي، وبعد كده لما جيت يعني احاول افكر ان انا اغيره، لقيت البيج كبرت على طول في وقت قليل، فما ينفعش يتغير. بس هو يعني خلاص بقى كويس. بس خير بقى ان البيج كبرت، دي في حد ذاتها خير. كويس. احمد، انت مركز في الزجل العامي ولا بتكتب؟ انا بكتب فصحى وبكتب شعر عامي، بس تمام. في الاغلب او مؤخرا يعني اتجهت للعاميه. وانت ما شاء الله مميز فيها. يعني انا دايما في موهوب بوك بيلفت انتباهي المواهب فيها تميز عن غيرها. ايه اللي خلاك تهتم اكتر بان انت تسيب الفصحى وتقرب اكتر من العاميه، رغم ان انت اداب لغه عربيه؟ مش كده؟ اداب لغه عربيه. انا كتبت فصحى كتير وكده، وبعد كده لقيت العاميه بتبقى اقرب من الناس، يعني او بتحاول انها توصل لكل الناس بسيطه، او يعني الشعر الفصحى محتاج شخص اكثر ثقافه عشان يقدر يفهمه ويستوعبه كده، خصوصا والفصحى كمان العاميه كمان بتبقى اسهل يعني في التعبير عن الافكار. وانت شعرك ثوري شويه الى حد ما، يعني في كل موقف كده بنلاقيك كاتب حاجه مواكب. صح. طيب اخر حاجه واكبتها كانت ايه؟ كان القطر تقريبا. في حاجه كانت عن حادثه اللي كان فيها العساكر اللي وقفت في الحادثه، واللي حلق دقن وظبط حاله علشان حامل موعد ترحاله، يلا يا دفعه القطر هيطلع، ركب القطر الفتح له. خلصت انت الموضوع في جملتين. حاجه بسيطه. فعلا هو فعلا كان حدث كل الناس كانت حزينه وفي نفس الوقت متابعه. جميل ان الشاعر يبقى دايما كده مواكب كل حاجه بتحصل، يبقى كانه صوت الاحداث، يعني صوت الوطن. كتابة الشعر في الغالب يعني بتبقى يعني نتيجه تاثر باحداث معينه. طب صحيح انت موهبتك طلعت قبل الثوره ولا بعديها؟ لا قبلها. طلعت ازاي؟ حسيت ازاي يعني ان انت لازم تكتب؟ يعني لقيت نفسي في البدايه بحب الشعر، بحب اقرا شعر وكده، اذا كان فصحى او عاميه. بدات بقى يعني احس مثلا بتاثر بموضوع معين، اجرب اكتب او كده. يعني كنت بكتب حاجات في البدايه بسيطه، اغاني مثلا او حاجات بسيطه بوريها لاصدقائي وكده، فكانت بتنال استحسان. يعني بدا الموضوع يتطور معايا بقى واحده في واحده، لغايه لما وصلت الفيسبوك بعد الثوره بقى. بعد الثوره الفيسبوك. وكل الناس حست بالفيسبوك بعد الثوره. وانت فرقت معاك جدا. ازاي؟ في الاول كان يعني اللي بيشوف كتاباتي او كده كان بتقتصر مثلا على اصحابي، او مثلا اذا كنت بشارك في قصر ثقافه او ايام الجامعه في مسابقات تبع الجامعه او كده، فكان بنشوفها برضو مهما كان الانتشار عدد محدود يعني. لكن من خلال النت او الفيسبوك الموضوع طبعا بيبقى اكبر كتير يعني. وانا سمعت اشاعه كده بتقول انك خدت مركز اول. انا كنت واخد اول جامعه. صح الاشاعه؟ صح. خدتها فين؟ اول جامعه في الشعر الفصحى. ما شاء الله، جميل جدا. يلا عقبال ما تبقى من الاوائل في العالم العربي بقى كده ان شاء الله. طيب سمعنا بقى حاجه من الحاجات الشباب. طيب انا اقول حاجه مالهاش علاقه بقى بالثوره والحاجه دي. طيب تمام. اسمها شويه حاجات. في كل الظروف وكل الحالات هتفضل عيوني تدور عليكي في كل البنات، ومهما بعدنا ومهما افترقنا ومهما عشقنا وقابلنا وفرقنا، هتفضل في قلبي شويه حاجات. ساعات بفتكرها فبسرح وبزعل وبمسح دموعي اوام من سكات، وبتمنى حاجه لا يمكن هتحصل عشان صعب جدا نعيش في اللي فات. جميل جدا، ما شاء الله عليك. بس ده مش اي كلام خالص، ده كلام كبير قوي ما شاء الله. في حاجه اسمها مش فارقه، ريحه البصل وقنابل الدخان بيجبروك تبكي حتى بدون احزان، فلما يجي الحزن استقبله بالحضن، قول الدموع سابقه، يعني ماهيش فارقه. اعزم عليه بضمير يستنى وامسك فيه، خليه يحس كتير انك مرحب بيه، في ساعتها هيسيبك ويروح يزور غيرك، وعشان يحس انه لو هيبقى زي زمان هيروح يزور واحد بيخاف من الاحزان. جميل قوي. دي حالة الثورة. انت كنت من اللي في الميدان ولا ايه؟ انا نزلت فعلا؟ انا نزلت بس سافرت من طنطا ورحت الميدان. بس انا يعني كنت بنزل اثناء من 25 يناير لغايه 11 فبراير لغايه التنحي، كنت بنزل في طنطا. النزول كان مهم في كل الاماكن يعني في كل الجمهوريه. بعد كده اثناء حكم المجلس العسكري بقى وكده، فنزلنا بقى الميدان من ساعتها بقى
لحد بقى لحظه لحد انتخابات الرئاسه. انا ما نزلتش من بعد انتخابات الرئاسه يعني، لان اذا كان في بعض اعتراض على بعض القرارات فده ما يدينيش حق ان انا اقول له امشي يعني، لانه ده اختيار الناس يعني. حتى اذا ما كانش اختياري فلازم احترم رغبه الناس، بغض النظر يعني عن اتفاقي او اختلافي مع بعض السياسات او بعض التوجهات اللي ممكن تكون مش مرضيه ليا بشكل كافي يعني. تمام. انت ليك رساله من كتاباتك؟ إيه؟ المفروض يعني اول حاجه ان الناس تعيش الدنيا ببساطه، ما يعقدوهاش. ما يعقدوهاش، ويعني ايه، كل ربنا بيقول ان مع العسر يسرا يعني. كل حاجه صعبه بيبقى فيه بعد لازم يبقى فيها حاجه سهله، لان احنا مؤمنين يعني. بعدين انا اسمع ان انت شجاع وحاجات كده ومبادر، في اشاعات بتقول كده برضه ان انت غيرت كاريرك كله. انا كنت في كليه طب اسنان يعني. بعد فتره فيها انا اصلا من زمان بحب الشعر والادب والحاجات دي، ولما جبت كنت يعني ما كنتش متوقع ان انا اجيب مجموع عالي وادخل كليات قمه وكده. سبحان الله. ارزاق. فقلت انا كنت يعني مختار، قلت ان شاء الله اخش اي حاجه ادرس فيها لغه عربيه، اذا كانت مثلا دار علوم او اداب او تربيه، حتى لغه عربيه وكده. بس بعد كده بقى السكه الطبيعيه لما واحد بيجيب مجموع عالي يعني بيستخسر، او دخلت طب اسنان وبعد فتره كده لقيت نفسي يعني ان انا مش لاقي نفسي يعني فسبتها وحولت اداب بقى لغه عربيه. شجاعه عاليه جدا، مش اي حد بيعمل الحركه دي، بس المهم انه الحمد لله لقيت نفسك بقى في اللغه العربيه. الحمد لله. انا اصلا يعني غير الدراسه انا بحب اطلع يعني في مواضيع لها علاقه بالادب والشعر ومعلقات مثلا بتاعت الشعر الجاهلي، او تركيزك كله في الشعر يعني. الشعر والادب والنقد في المكان يعني. عامل دبلومه او تمهيدي من ماستر في ما شاء الله في النقد الادبي، وان شاء الله دلوقتي داخل على الماستر. جميل جدا. هنتكلم بعد ما تسمعنا حاجه عن انت ناوي تنشر ايه وامتى، بس نسمع الاول. قصيده اسمها متضامن مع نفسي. جميل. متضامن جدا مع نفسي وواقف جنبي، برتاح لي واقول لي اللي في نفسي وبطلع كل اللي في قلبي، علشان كده باخد بايديا لقدام على طول، وبشجع نفسي اني اتقدم، وتملي بقول على نفسي بطل لو مهما حصل. انا اكتر واحد مؤمن بيا، انا اكتر واحد واثق فيا وقلبه عليا، انا احسن واحد يفرح بيا ويزعل ليا، انا معجب جدا جدا بيا، انا اكتر واحد بيشجعني، انا اكتر حد حقيقي بجد بيسمعني، انا لما الدنيا بتقسى شويه وبتدمعني، انا اكتر واحد بيدلعني، انا اكتر حد بحبه وواثق عمره ما يضيعني. جميله جدا ودمها خفيف. انت غاوي كده يبقى في حته والله مش عارف، جايز ممكن يكون هو يعني طريقتي كده او اسلوبي كده ما بقاش قصدها يعني. لا بس حلوه مميزه يعني. طيب قول لنا بقى هتعمل ايه في موضوع النشر؟ في صعوبات طبعا في النشر طبعا الشعر بالذات عن بقيه يعني اتجاهات النشر حديثا او مؤخرا، بيبقى في يعني احجام شويه من دور النشر او خوف انها ما تحققش مبيعات او كده. تمام. يعني بالزعم من اصحاب دور النشر انها ما بتلقاش رواج يعني، زي مثلا الروايات او القصص او كده. عشان كده الشعر دايما بتبقى العمليه معاه صعبه شويه، او ان دار النشر تقبل انها تنشر لك بتبقى فرصتها اقل يعني من الاعمال الثانيه. ده حقيقي فعلا. احنا حتى في حور الدنيا هنا عاملين مبادره للشعراء، احسن 10 بتصويت الناس يعني على السايت وعلى البيج، هنعمل لهم كتاب جماعي للشعر ان شاء الله، فباذن الله تكون منهم ان شاء الله. اتمنى كده. فانت محضر لديوان؟ انا حاليا بجمع يعني اعمالي وكده، انا لسه ما نشرتش حاجه، بس ان شاء الله احاول على الصيف كده وعلى اخر الصيف اكون اتفقت مع دار نشر، وان شاء الله اطلع اول. لكن في فكره ديوان خلاص؟ طبعا ان شاء الله قائمه يعني، وانا تقريبا جمعت الاعمال تقريبا يعني، بس ربنا يوفقك ان شاء الله وينفع بيه. على فكره احنا في موهوب بوك وشنا حلو على كل الموهوبين، كل اللي جه وقال انا هعمل يطلع هو عامل يعني ان شاء الله يعني. فربنا ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. هتسمعنا حاجه ثانيه يا احمد؟ سمعت في قصيده اسمها يوم 11، دي كانت بمناسبه تنحي الرئيس السابق. كان يوم 11 فبراير، فدي كنت كاتبها قريبا يعني بالمناسبه دي. كويس نسمعها. عمري في يوم ما انسى لمتنا في الميدان، نمنا على الاسفلت وقنابل الدخان، والدم يوم اتصبت والضرب في المليان، والدعوه على اللي خان والدمعه على اللي كان جنبي، وصابور صاصتين وشتمت في الخطابين، والخيل في يوم 2 والجري على الاخر، والصدمه يوم 10 والسجده في 11. الله، ده انت لخصت الايام دي كلها. هاي حلوه قوي. هنسمع ايه كمان؟ النهارده هنستثمر ابداع كله في موهوب. طيب عندي حاجه كده يعني اسمها الواد زياد. الواد زياد؟ مين الواد زياد ده؟ الواد زياد ابن اختي. اكيد. يلا ربنا يخليك، اتفضل قول. كانت كل ما تيجي تقول له يا واد يزعل جدا، ويقوم حاطط ايده على بقه كانه هيدن، ويروح زاعق كالمعتاد ما اسميش واد اسمي زياد. تضحك ضحكه من الاصليه، وتفتش جيب الجلابيه وتطلع منه المعلوم، وتقول خد هاتلك عسليه. يجري عليها ويفتح ايدها وياخد منها الربع جنيه،
يديها بوسه وقبل ما يمشي يرمي الكلمه شوف ابن الايه برضه يا تيتا ما اسميش واد اسم زياد. حبه في حبه كبر الواد حصل من الالقاب اعداد خاله زياد عمه زياد بقى مسؤول عن اسره الواد جوزي زياد بابا زياد وبقى دكتور في الجامعه الواد وبقى عند الاولاد اولاد وبعد ما حج ولف الدنيا وبعد ما عمره دخل على 100 لسه زياد نفسه في حد يقول له يا واد قرب خد هات لك عسليه. ده تخيل منك ولا فعلا هو كبر وبقى كده؟ لا هو ما كبرش هو بس هو كان هو يعني صغير كده 4 سنين مثلا كده كانت دايما والدتي تيجي تقول له مثلا يا ولد يعني هو كده. زياد دلوقتي قد ايه؟ هو دلوقتي حوالي 6 سنين. وانت التخيل بتاعك وصل هو النص الاولاني حقيقي والنص الثاني بقى يعني لا بس برافو عليك خيالك حلو قوي ما شاء الله. في حاجات تاني؟ في تمام. هي قصيده اسمها كاكي. كاكي؟ ده ايه؟ يعني اللون اللي بيلبسوه ولا ايه؟ لون الافرول اللي بيلبسوه الجيش عندنا. تمام. وكل ما افكر اهواكي يجيني واد لابس كاكي يخليني اسب في بلدي من دقتي واقول دي وصيه ملاكي فعمري ما افكر اهواكي وبلقاكي لحلم تابوت وبعد ما يمشي بستغفر واقول دي نزغه من الشيطان وبرجع احن ولا بقدر واقرب اغلظ الايمان باني شتمت من قلبي وسامحيني ده انا مكبوت لكني يا مصر بهواكي ووقت الجد انا فداكي بلبسي الملكي مشكاكي وهثبت لك فداكي بموت بحبك موت فاياكي تسيبي الواد ابو الكاكي يدوس على قلبي ببيادته يمس كرامتي بسيادته يقلل قيمتي جواكي يخليني ابات في بلادي مش مبسوط. ده ايام المجلس العسكري ولا ايه؟ ما اصل انا مفيش اي حدث معين غير كده. دي كانت ايام المجلس العسكري وفي الغالب يعني بعد حادثه فتاه التحرير او ست البنات يعني ايوه تمام. انت مواكب السياسه جامد. الواحد بينفعل سياسي يعني بالدرجه الاولى لا اراديا الواحد بينفعل في حاجه انت كاتبها برضه حاجه صغيره كده عن الشهداء يعني يا ريت نسمع. الاسامي مش اسامي سينمائيه الاسامي عاديه جدا واللي راحوا عشان يعود الحق ليا كانوا منا حقيقي فعلا للامانه كانوا احسن. جميل جدا. كانوا زي الورد. طبعا ان شاء الله عند ربنا يحتسبهم من الشهداء. ايه كمان طيب يعني في حاجات بتبقى صغيره كده مدام التوب مدفيني ولقمه عيش بتكفيني وسقف سترني من تحتيه ورزق الله مبارك فيه. طب ازعل ليه؟ جميل جدا. حلو الرضا ده. الحمد لله. ربنا يرضينا جميعا. في حاجه دمها خفيف برضه كده صح؟ هي مش دمها خفيف قوي اسمها طز فيكو بس هو العنوان هو الاسم دمه خفيف بس هو الكلام مش موجه لحد يعني هو حاله كده كان حد فيها او تمام. المفروض يعني اللي بيتكلم كان فيها طب اسمع. النهارده وبمناسبه عيد ميلادي طز فيكو. ايوه فعلا طز فيكو طز في اصحابي وقرايبي وطز في جيراني وحبايبي وطز فيكو. هشتري لنفسي الهديه بالمكان اللي بحبه والغلاف هيكون ستان واشتري الكارت اللي عاوزه بالموسيقى عشان بحبه غالي من اجدع مكان واللي كنت اتمنى فعلا من زمان انه يتكتب لي فيه هكتبه لنفسي فيه وفي نهايه الكارت هكتب من حماده الى حماده كل عام وانت طيب نفسنا نشوفك قريب زي ما كنت في سعاده وامضي باسمي تحت ليا واما يجي الليل عليا هاخد الدش اللي هو والبس الحته اللي هي واشتري التورتايه ليا واحجز الترابيزه واقعد وابدا افتح في الهديه. بعد ما افرح بالهديه هسهر السهره لوحدي واطفي كام شمعه لوحدي وامسح الدمعه اللي نزلت واكل التورته لوحدي واما اروح ويقولوا لي كنت فين هرمي من ايدي الهديه واخنق الدمعه في صوتي واصرخ الصرخه اللي هي بعد ما اطول سكوتي وانتوا مالكوا طز فيكم. ليه كده يا احمد؟ ليه كده؟ يعني وبعدين انت ليه كل حاجه لوحدك؟ يعني انا متضامن مع نفسي ولوحدي ودي لوحدي. لا ممكن عايز تحليل نفسي ده على فكره مش عارف بس يعني ساعات الواحد بيبقى بيحس ان هو فعلا محتاج ان هو يبقى لوحده يعني رغم انك جاي مع صاحبك يعني. هو معانا هنا في الاستوديو صديق محمود صديق عمري تقريبا يعني. تمام يعني مش لوحدك اهو يا احمد. ربنا يعني يكتر من حبايبك كده والعيد ميلاد الجاي يبقى كل معاك باذن الله. اتفضل. طيب في حاجه تانية اسمها بتاع الزباله اللي هو الشخص اللي انا المفروض انا بحترمه جدا يعني. تمام. وللاسف يعني ما بيلاقيش احترام ده من الناس يعني. بتاع الزباله بياكل ويشبع ويرمي الزباله في قلب الشوارع. بتاع النظافه عشان هو اجدع يلم الزباله ويكنس تقاطع. بتاع الزباله عماله عبيطه وفكر جنابه بانه نضيف. بتاع النظافه هدومه بسيطه وشغال بذمه عشان الرغيف. بتاع الزباله مواطن مشاغب مواطن ضلالي مواطن سخيف. بتاع النظافه مواطن مثالي مواطن جمالي مواطن شريف. وشوفوا المفارقه وشوفوا الوقاحه دي حاجه يا حضره عجيبه بصراحه. بتاع الزباله تملي يسمي بتاع النظافه بتاع الزباله.
بتصلح المصطلحات اللي احنا طبعا هو بتاع الزباله اي حد بيرمي زباله ده بالمنطق يعني. بتاع النظافه هو اللي اي حد مش حريص على النظافه، لكن بتاع النظافه اللي هو اللي احنا المفروض نسميه بتاع النظافه او عامل نظافه. عامل نظافه صح. هايل. لا في رساله جميله وواضحه فعلا. انت كتبت في مواضيع كتير اهو. كويس جميل. في ناس في شعراء بيبقوا منحصرين في حاجات معينه، فكده كويس التنوع اللي عندك دوت. هايل. في حاجه جديده لسه ما حطيتلهاش اسم بصراحه. طيب نختار لها اسم مع بعض هنا. نختار لها اسم مثلا ممكن نسميها اختار لك سكه. اختار لك سكه. حلو تمام. بتقول خفافيش الليل هتحاول دايما تتحداك، هتقول لك صعب في يوم توصل، واما هيحصل هتكون عجزت، هتقول لك دايما بص وراك، هتقول لك اصلا حظك زفت. فانت يا اما هتمشي وراها وهترمي الاحلام من الشباك، يا هتلحق نفسك في ساعتها والحظ ساعتها هيمشي وراك. فاختار لك سكه من الاتنين قبل ما تيأس او تلاقيك شبت. جميل. انا عندي تساؤل كده. اتفضل. الجيل ده كله ليه متميز قوي بحته الشعر العامي؟ تفتكر ليه في رايك كشاعر؟ اعتقد ان هو يعني اول حاجه لانه ما فيهوش قيود زي الشعر الفصحى. يعني الشعر الفصحى لازم تكون مرتبط بوزن معين ويكون قواعد نحويه سليمه يعني عشان تطلع قصيده مظبوطه، فده بيبقى اسهل. وتاني حاجه ان هو بيبقى اقدر على انه يوصل يعني تعبير بفكره وبعض الالفاظ العاميه اللي بنتكلم بيها في حياتنا العاديه، بخلاف الشعر الفصحى يعني لو بيحتاج بعض طب ايه اللي حفز على كده او شجع على كده؟ هل في قدوه معينه؟ هو طبعا في ناس كتير بتكتب عاميه يعني انا لاحظت عشان انا بسمع كتير منكم يعني حلقاتنا هنا الحمد لله يعني في مواهب كتيره قوي بتكتب عاميه فعلا. هو العدد كبير جدا على فكره. وكلكم بتكتبوا بنفس المنهجيه تقريبا، يعني نفس الروح. فده لازم كان يخليني هو تقريبا لان احنا تقريبا يعني جيلنا متاثر بنفس المؤثرات. يعني اذا كانت مثلا قبل الثوره اللي هو الكبت السياسي والعيشه الصعبه والظروف الصعبه وكده اللي في البلد تقريبا الكل بيتكلم عنها، وبعد الثوره المعظم يعني برضه كتب في الثوره وكده، بخلاف بقى بعض الحالات الانسانيه لكل شخص والفروق. طب مين النماذج اللي مؤثره فيكم دلوقتي في جيلكم ده؟ هو في طبعا اعلام يعني في الشعر العاميه زي مثلا عمنا احمد فؤاد نجم والابنودي، وقبل بقى الجيل اللي قبله فؤاد حداد وبيرام التونسي وكده. وفي من الجيل دلوقتي في ناس كويسه جدا ونجحت جدا زي هشام الجخ وزي مصطفى ابراهيم وزي محمد السيد وزي في اسامي دلوقتي اعتقد انها هتبقى يعني شعراء المرحله القادمه يعني زي مروه جمال الدين محمد السيد برضه، وفي دعاء عبد الوهاب، وفي يعني في اسماء فعلا دلوقتي خلاص بدات فعلا تشق طريقها نحو انها تثبت اقدامها يعني. يلا ان شاء الله تبقوا كلكم كده عاملين رياده للحركه الثقافيه في موضوع الشعر العامي ده ان شاء الله. قصيده اسمها راجل عجوز. تمام. اسمع. راجل عجوز وعشان عجوز دايما يعوز واحد يعديه الطريق، واحد يقوم له في الترام، واحد يعامله كالصديق ويسيبه يحكي لو مطول في الكلام، واحد يقول له كلمه حلوه تبل ريق، واحد يعامله باحترام. راجل عجوز وعشان عجوز بيكون خبير شايف الحياه كويس، ما بيتضايقش كتير لو حد بيقلس او حد بيغلس، فيقول عليه في سره كله وليه عمره، لو ما اتبلاش بالموت في مسير سنين وتفوت ومسيره يبقى في يوم راجل عجوز. حلوه انسانيه قوي. وقليل لما حد ياخد باله من الناس دي. كويس جميل. ربنا يكرمك. في تاني؟ كالعاده لما بزعل وانتظر حد يجي يقول لي مالك، ولا حد عليا يسأل، الزعل يكتر زياده، واعترف ان لما بزعل زعل ما بيشغلش حد، حزني ما بيقلمش حد، فاكتشف فعلا بجد ان خوف الناس عليا وهم كوميدي، وان كنت ضحيه ساذجه في فيلم هندي، وقتها ببدا في عندي فابدا اشرب قهوه ساده فالزعل يكتر زياده. ليه يا احمد كده؟ لا في حاجات حلوه. عندك احساس دايما ان الناس مش مهتمه او الحاجات الحزينه شويه بتطلع حلوه او دي. بس هي بتبقى طالعه من تجارب حقيقيه ولا كده خطيره كده؟ لا بتبقى طالعه. تمام. هو يقول لك دايما من الالم ينبع الابداع، انما يولد الشعر مرحم الشقاء. بالظبط كده. عموما انت نورتنا هنا في موهوب بوك يا احمد. كان معانا احمد فرج، صفحته اي كلام على الفيسبوك. هي طبعا مش اي كلام خالص بس هو مسميها كده، وصفحه مميزه جدا اللي يحب يدور عليها على الفيسبوك هيدور على اي كلام احمد فرج. ومعظم حاجاتك كمان موجوده في مبدعون من مقرات. مبدعون هم اصلا يعني سبب كبير جدا ان الصفحه بتاعتي كبرت وكده يعني. جميل. وبدات اتعرف على الناس من خلال مبدعون. ما شاء الله. ربنا يوفقك دايما. ان شاء الله تنورنا كتير في برامجنا هنا في حور الدنيا ان شاء الله. وان شاء الله مع موهبه جديده وحلقه جديده في موهوب بوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حور